أهلا وسهلا بيكم في سلسلة كلمة وحكاية. كلمتنا النهاردة الشوق. في كل شتاء بيجي وقت نسمع فيه صوت قديم جاي من بعيد، وكل قلب ليه حكاية بتتكرر مهما عدى الزمن. ودي حكايتنا النهاردة، شتاء 95. الشتاء دايما ليه ريحة مختلفة، ريحة المطر والبرد والذكريات اللي ما بتموتش مهما مر عليها الزمن. كانت هدى قاعدة قدام الشباك وماسكة كوباية الشاي اللي بردت من غير ما تحس، وقدامها صندوق خشب صغير فيه صور قديمة وجوابات وورقة مكتوب عليها بخط راجل كانت بتحبه زمان، اسمه أدهم. من 15 سنة كانوا مخطوبين حب صادق، بس الظروف كانت أقوى منهم. أدهم سافر وقتها للخليج بعد ما والده تعب وكان لازم يساعد عيلته، وعدها إنه هيرجع أول ما يستقر. بس السنين مشيت، ولما رجع بخبر جوازه من هناك. هدى ما كرهتهوش، بس قلبها اتقفل من بعدها. البيت بقى ساكت والحياة بقت روتين، وهي فضلت عايشة على أطراف الذكر. وفي شتاء 95 كانت الدنيا بتمطر نفس مطر يوم وداعهم. الراديو شغال على أغنيتهم القديمة بحلم معاك، وفجأة خبط الباب. هدى وقفت، قلبها دق بسرعة، ولما فتحت شافته أدهم، كبر وشايب شوية، بس نفس النظرة ونفس الهدوء. قال لها بصوت مكسور: أنا جيت أرجع اللي ضاع مني من سنين يا هدى. وقتها عرفت إن هو فقد مراته، وإنه رجع مصر يزور الأماكن اللي ساب فيها قلبه. قال لها إن عمره ما نسيها، وإن كل مطر ينزل كان بيفتكر وعده القديم. قعدوا سوا يشربوا شاي زي زمان، ضحكوا على حاجات قديمة وسكتوا كتير كمان. بس المرة دي السكوت كان راحة. هدى قالت وهي بتبص في المطر: يمكن اتأخرت، بس الحمد لله إنك رجعت قبل ما الشتاء يخلص. ابتسم وقال: كل شتاء كنت مستني اليوم ده. والمطر فضل ينزل يغسل الحزن ويكتب على الإزاز كلمة جديدة: رجوع. مش دايما اللي بيروح بيرجع، بس لما بيرجع في الوقت اللي بيكون فيه القلب مستعد يسمع تاني. ودي كانت حكايتنا النهاردة من كلمة وحكاية. لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصل لكم كل حكاياتنا. استنوني في حكاية جديدة. لحد ما ارجع لكم خدوا بالكم من نفسكم. مع السلامة يا أحلى مستمعين.